طيب إزاي أحدد إن شخص معين في خطر وإن أنا لازم أتدخل؟ أول حاجة لما يكون عنده خطة معينة بتفاصيل معينة ومحدد وقت وزمن محدد. تاني حاجة لما تشوف عنده أدوات معينة، يعني مثلا أدوات حادة أو أدوية، والحاجات دي مش موجودة عنده، مش متاحة عنده دايما. كمان التغيير المفاجئ في الحالة المزاجية، يعني مثلا لو الشخص هادي وبقى مندفع بشكل كبير، أو العكس، يعني لو كان هو شخص مندفع وبقى هادي مرة واحدة. كمان لو الشخص ليه محاولات أو أفكار انتحارية سابقة، يعني لو الشخص قبل كده كلمك عن أفكار انتحارية وانت دلوقتي لاحظت كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، كل النقط اللي فاتت، يبقى الشخص ده في خطر ولازم تتدخل فورا. طيب إزاي نتعرف على الأعراض الانتحارية؟ أول حاجة لما الشخص يعبر مباشرة عن رغبته في الانتحار، يعني يقول مثلا إن هو شايف إن الحياة ملهاش لازمة، إن هو عايز يختفي، إن هو عايز ينتحر. أي حاجة من التلاتة دول، أو عموما أي حاجة ليها نفس المعنى. تاني حاجة لما تحس إن هو طول الوقت يائس ومحبط، وإن حالته عموما بتزداد دايما سوء. كمان لما تلاحظ تغيير واضح في سلوكه، يعني مثلا بينام كتير، ما بياكلش كويس أو بياكل كتير، لما تلاقي إن شخصيته بقت اندفاعية مرة واحدة أو إن هو بقى هادي مرة واحدة. كمان إن هو بدأ يودّع اللي حواليه، يعني مثلًا بيستخدم جُمل معيّنة زي أنا مش عارف هتعملوا إيه من بعدي، أو خُد بالك من نَفْسك. كل الحاجات دي طبعًا مع العلامات اللي إحنا اتكلّمنا عنها دلوقتي، ممكن تكون علامة إن الشخص خلاص بيقرّر أو ماشي في قرار الانتحار. الانتحار مش دايما بيكون الحل، مهما كانت الدنيا سودة ومهما كنت حاسس ان مفيش اي مخرج، فيه دايما طريق، بس انت لسه مش عارف هو فين. لو حاسس ان عندك الاعراض دي ما تتجاهلهاش ودور على المعالجة المتخصصة المناسبة ليك. لو حاسس ان خلاص مش قادر وهتنهي حياتك، اطلب المساعدة من اقرب شخص جنبك او روح لاقرب مستشفى. افتكر دايما ان الحياة فيها حاجات كتير حلوة ممكن تعيشها، وان في لسه خبرات وتجارب كتير مستنياك، وان مهما كان الليل طويل في دايما نهار. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد، مع السلامة.